أهلا بيكم في استكشاف جديد. النهاردة هنتعمق أكتر في الشهر الثالث من الحمل، فترة بصراحة محورية جدا بتحصل فيها تغيرات أساسية للجنين وللأم كمان. المصادر اللي معانا النهاردة بتغطي الأسابيع من أول التاسع لحد نهاية الأسبوع ال12. خلينا نشوف إيه أهم اللي بيحصل. فعلا، الشهر ده ممكن نعتبره نقطة تحول كده. يعني كتير من الأعراض اللي كانت متعبة في الأول، الغثيان وكده، ممكن تبدأ تهدى شوية. وفي نفس الوقت الجنين نفسه بيكون قطع شوط كبير قوي في التكوين. مرحلة مهمة بجد. طيب خلينا نبدأ بالجنين. المصادر بتقول إنه لسه يعني حجمه صغير خالص، حوالي 5 أو 6 سنتي، ووزنه يدوبك 14 ل 18 جرام، حاجة بسيطة جدا. بالظبط. الحجم ممكن يكون لسه صغير، بس التطورات اللي بتحصل جوه يعني مدهشة وسريعة جدا. العظم مثلا بيبدأ يتكون. هو طبعا لسه غضروفي ولين شوية، مش عظم صلب، بس ده الأساس. وملامح الوش كمان بتبدأ توضح أكتر. الأنف، الدقن بيبانوا، والجفون كمان بتتكون. وبتقفل على العين وبتفضل مقفولة فترة، دي لحماية العين وهي لسه بتتطور. وهنا برضو الأصابع بتاعة الإيدين والرجلين بتنفصل تماما، يعني الشكل اللي كان شبه رجل البطة ده خلاص. تماما. الأصابع بتنفصل خلاص، وما بيبقاش فيه الأغشاء اللي كانت بينهم دي. ده تطور مهم. وحاجة تانية مهمة قوي، الكليتين بيبدأوا يشتغلوا بجد وينتجوا البول. والبول ده بعد كده بيبقى جزء كبير من السائل الأمنيوسي، اللي هو يعني مية الجنين اللي بتحميه جوه الرحم. والمصادر كمان بتجيب سيرة بداية تكون الأعضاء التناسلية، بس بتأكد على نقطة مهمة بخصوص تحديد النوع، مش كده؟ صح جدا. الأعضاء التناسلية الخارجية بتبدأ تتشكل فعلا، بس الفكرة إنها لسه مش مكتملة ومش واضحة كفاية خالص. عشان كده أي كلام عن تحديد النوع في الشهر الثالث ده بيبقى يعني تخمين مش أكتر، صعب جدا يبقى دقيق. الأفضل دايما نستنى للشهر الرابع أو حتى الخامس أحيانا، عشان الصورة تبقى أوضح بكتير والتأكيد يبقى أعلى. وفي نفس الوقت ده الجلد بيبدأ يتكون، الضوافر، الأطراف كمان بتنمو وبتتحدد أكتر. وفي نقطة كمان عن الأمعاء. المصادر بتقول إنها بتنمو بسرعة قوي لدرجة إن جزء منها ممكن يخرج مؤقتا عند الحبل السري، ده إزاي؟ دي ملاحظة دقيقة. بص، الأمعاء في الفترة دي بتنمو بسرعة كبيرة جدا، فممكن مساحة البطن الصغيرة دي ما تكفيهاش مؤقتا. فجزء منها يعني بيندفع لبره شوية عند قاعدة الحبل السري، بس دي حاجة مؤقتة وبترجع مكانها الطبيعي تاني لما البطن يكبر شوية. وطبعا المشيمة هي اللي قايمة بالشغلانة كلها دلوقتي، هي اللي بتوصل للجنين كل الغذاء والأكسجين اللي محتاجه عن طريق الحبل السري. مم. كل التطورات الرهيبة والسريعة دي بتحصل جوه. ده بينعكس إزاي بقى على الأم نفسها؟ إيه الأعراض اللي ممكن تكون لسه مكملة أو جديدة؟ الأعراض اللي هي زي الغثيان والدوخة والمل القيء دي غالباً بتكمل معانا للشهر الثالث. بس الخبر الكويس زي ما قلنا إنها في الغالب بتبدأ تخف وتهدى تدريجياً بنهاية الشهر ده عند معظم الحوامل. لكن ممكن تظهر أو تستمر أعراض تانية، زي الصداع مثلاً أو إمساك، وده بسبب إن الهضم بيبقى أبطأ شوية. وممكن كمان زيادة شوية في الإفرازات المهبلية، وده طبيعي في الحمل. والإرهاق والتعب دول لسه موجودين؟ للأسف الإرهاق غالباً بيكمل معانا شوية في الشهر الثالث. الجسم بيكون بيبذل مجهود جبار فعلاً عشان يبني حياة جديدة. وممكن كمان الأم تلاحظ إن وشها بقى فيه نضارة زيادة أو زي ما بيقولوا مورد، وده بسبب إن الدورة الدموية بتبقى أنشط والدم بيتدفق أكتر للجلد. دي علامة صحية على فكرة، وملهاش أي علاقة بنوع الجنين زي ما في ناس بتقول. والثدي كمان حجمه بيستمر في الزيادة، وممكن تحس إنه بقى أتقل. ومشاكل الهضم زي الغازات اللي قلتي عليها؟ دي شائعة جداً. هرمونات الحمل بتبطئ حركة الجهاز الهضمي، فده ممكن يسبب غازات وإحساس بالانتفاخ. وعشان كده المصادر دايماً بتنصح بتقسيم الوجبات، يعني بدل 3 وجبات كبار، لأ، يبقوا 5 أو 6 وجبات صغيرة على مدار اليوم. وشرب مية كفاية طبعاً، حوالي 8 كوبايات كده متوزعين على اليوم. ده بيساعد الهضم ويقلل الإمساك والغازات شوية. الشهية ممكن تكون لسه ضعيفة عند بعض الستات، بس برضو غالباً بتتحسن على آخر الشهر. المهم نحاول ناكل أكل صحي حتى لو كميات قليلة. وده ياخدنا بقى للنصايح المهمة للفترة دي، بما إنها فترة حساسة قوي لتكوين الأعضاء. إيه أهم التوصيات؟
بص، أهم حاجة على الإطلاق ومفيش فيها كلام هي الاستمرار في أخذ حمض الفوليك بالجرعة اللي الطبيب محددها. دوره حيوي جدا في حماية الجهاز العصبي للجنين من التشوهات. ولازم طبعا نتأكد إن كل التحاليل والفحوصات المطلوبة للمرحلة دي اتعملت خلاص. الأكل الصحي المتوازن ده أساسي. نركز على البروتينات بس تكون مطهية كويس جدا، لحمة، فراخ، سمك، خضار كتير بألوان مختلفة، طبق سلطة كل يوم ده مهم قوي، والفاكهة ناكلها باعتدال عشان السكريات اللي فيها. وموضوع سلامة الأكل ده أكيد عليه تركيز كبير برضه. جداً. مناعة الحامل بتبقى أضعف شوية من العادي، عشان كده لازم ناخد بالنا قوي من الأكل. نتجنب قدر الإمكان الأكل من بره اللي مش مضمون نظافته، ونتجنب أي أكل ني أو مش مطبوخ كويس. اللحوم المصنعة، البيض الني، اللبن غير المبستر، كل ده ممنوع. الطبخ الكويس في البيت هو الأمان دايماً. وطبعاً بديهي نقول الابتعاد التام عن التدخين والكحوليات، والكافيين كمان نقلله على قد ما نقدر، يعني كوباية واحدة صغيرة قهوة أو شاي في اليوم بالكتير قوي. والسكريات والحلويات نحاول نقلل منها برضه. طيب وبالنسبة لمتابعة الضغط والأدوية؟ متابعة الضغط مهمة فعلاً، لأن الحامل ممكن يأثر على الضغط، ممكن يوطيه أو يعليه عند بعض الحالات، فلازم متابعة دورية. والأهم من ده كله بقى الأدوية. ممنوع منعاً باتاً إن الحامل تاخد أي دواء مهما كان بسيط، حتى لو مسكن أو فيتامينات تانية غير اللي الدكتور كاتبها، من غير ما ترجع للطبيب المعالج بتاعها. دي فترة تكوين أعضاء حساسة جداً، وأي دواء غلط ممكن يكون له تأثير خطير لا قدر الله. نقطة مهمة، لو الأم أصلا عندها حالة صحية مزمنة، سكر أو ضغط أو غيره، وبتاخد علاج مستمر، تعمل إيه؟ لا، مفيش أي قلق. تقدر طبعاً تكمل علاجها بأمان تام، بس لازم تحت إشراف الطبيب المعالج بتاعها بالتعاون مع طبيب النساء. في بدايل آمنة لمعظم الأدوية ممكن نستخدمها أثناء الحمل. المهم المتابعة الدقيقة والمستمرة وتظبيط الجرعات حسب الحالة مع الدكاترة. ممتاز. يبقى كده لمينا أهم ملامح وتفاصيل الشهر الثالث. فعلا مرحلة انتقالية ومفصلية جدا في رحلة الحمل. بالظبط كده. وفهم التغيرات دي والالتزام بالنصايح بيساعد كتير قوي إن الفترة دي تعدي بسلام وبصحة كويسة للأم والجنين، وهي الأساس للمراحل اللي جاية بعد كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية استكشافنا للشهر الثالث من الحمل، فترة أساسية بتتحدد فيها ملامح كتير. يا ريت لو عند أي حد بيسمعنا أي استفسارات أو تجارب شخصية حابب يشاركها بخصوص الشهر ده، يكتبها لنا في التعليقات. فعلا بنتمنى تكون المعلومات دي مفيدة، وما تبخلوش علينا بالإعجاب لو المحتوى عجبكم، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. وشاركوا الحلقة دي مع أي حد ممكن يكون مهتم أو يستفيد منها. نشوفكم في استكشاف جديد قريبا إن شاء الله.